نزيد مرات اخرى تحبس هكذاك ترقد ونقول تستنى حتى لا سونكسيون. هايا لا انا جايين. لا والكاف نقول تاخذي المسؤوليه انت وراء هذا، راكي مسؤوله على واش راح سيحدث في الفيتور كيما واضح. نصر الشيء اللي قاله مراد انا توقفت عند واحد الملاحظه قالها، وهو يتحدث على حركيه الكره ويعني امكانيه الاستفاده من الرياضه في السياسه. نحن البلد ربما الوحيد المؤهل لهذه الفرضية أكثر من غيرنا. لماذا؟ لأن فريق جبهة التحرير آنذاك قام بتوظيف هذه النقطة يتحدث عليها مراد. تخيل عندما انطلقت شرارة الثورة التفتنا إلى كرة القدم وإلى رياضيين في أوروبا واستدعيناهم وتجمعوا في تونس، وانطلق فريق جبهة التحرير الذي رفع لواء الاستقلال واللواء الوطن وذهب لإجراء مباريات عديدة في بقاع العالم. كيف نسينا هذا المنطق ونحن اليوم ننعم بالاستقلال؟ من المفروض نحن أكثر من غيرنا تفطنا ووعيا إلى هذه النقطة التي توقف عندها مراد. من المفروض نحن أولى بتوظيف الرياضة في السياسة من غيرنا، لأن توظيف الرياضة في السياسة كانت من مبادئ العمل الثوري عندما تحصلنا على الاستقلال. القضية العادلة. القضايا العادلة. القضايا العادلة. نعم القضايا العادلة. أكثر من 60 سنة. يعطيك الصحة. أكثر من 60 سنة كنا كما يقول المثال اللي قال في الرياضة. واش دارت الرياضة في الأخير؟ شفنا. ربما نعود للوراء اليوم يا نصر بويش، ما فعلناه قبل لا لازم اشياء يعني مثل دوما كما نقولوا الشارع. حنايا بالعاميه اشياء مثل نتكاو عليها اللي تزيد تعطينا بلوس دو لأن الكاف في نهاية المطاف، لأن الكاف تسير نحو الانسداد. الكاف لا تعطي أي حلول. تخيل هذه الهيئة، هذه الهيئة وهي هل سيتغير شيء في مارس؟ شوف هذه الهيئة وهي تشرف في الموسم على منافستين، منافسة رابطة الأبطال وكأس الكاف. عايشة بهذا الموسم الماضي كأس الكاف كانت مهزلة في نظر العالم. كيف لهذه الهيئة أن تبقي على هذا الانسداد للموسم الثاني؟ من المفروض أن الكاف هي اللي تأخذ المبادرة لتحاشي ما حدث في الموسم الماضي. لذلك أنا قلت يجب أن نذهب إلى سياسة الأمر الواقع. نحن أيضا كان علينا أن نضع على أقمصة الأندية الجزائرية خارطة للصحراء الغربية، باعتبار أن أحد مموليها هو سبونسور لهذه الفرق الجزائرية، وهذا بتلك أمام الكاف. ما دمت لا تمانعين، إذن الأندية الجزائرية أيضا تضع على أقمصتها هذا المنطق وهذا التوظيف السياسي في الرياضة، ولنذهب إلى الأمام. نتمنى أن تتفادى الأندية الجزائرية وأن تتحرك الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.